السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. النهارده معانا برفان بارك الماس، بنقول عليه بارك الماس اللي هو 212 ساكسي من كارولينا هيريرا. البرفان ده صيفي معتدل جميل جدا، قوي ثبات رهيب لعشاق البرفانات الشجري، لعشاق البرفيومز الشجري. شجري فيهم أمر كده، حاجة مختلفة جميلة لذيذة شيكة كاريزما، تديك كاريزما وانت مستعمل هذا البرفان يعني. البرفان ده من كارولينا هيريرا زي ما قلنا، اصدار عام 2006. الافتتاحيه بتاعته مكونه من البرتقال، البرجموت اللي هو الليمون العادي كل مره نقولها، وروائح عشبيه. العشبيه دي بتديك موضوع تاني مع البرفانات. الوسط البرفان هو جوهر الهيل، الحبهان جوهر الهيل، ومعانا الفلفل، طبعا الفلفل قمه الاثاره والمتعه، ومعانا تاني زهور. القاعده بتاعته عندنا فانيليا مزاج، طبعا عندنا العنبر والمسك والصندل. طبعا قاعده ثابته رهيبه، الاربع حاجات دول خلاص كده في اي برفان قاعده تعرف ان ثباته مستمر معاك. البرفان ده طبعا بنستخدمه، ينفع تستخدمه اول النهار مع الملابس الكاجوال، فوحانه جيد وثباته عالي. البرفان ده تحطه على طول بيلفت النظر ليك، كله هيبص لك انت، هيسيب الدنيا ويبص لك انت، تاكد من دي. فده الجزء الاول من الفيديو النهارده، بتمنى الاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، واللايك، وشكرا وخمسه وراجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه مع الرائحه المثاليه والجو الجميل، الخضره والميه والهواء مع 212 سكسي. الجزء ده خاص بالتاجر او بصناعه العطر من المنزل او مشروعك من المنزل. في شركات كتير بتجيب واحد بصراحه يعني، منهم لوزي وحاجات ثانيه كتير، لكن انا بفضله الاقرب الاصلي اللي هو شركه كيما. كيما بتنزله رهيب والله. فشركه كيما مميزه في هذا العطر، وهنحطه مع طبعا اول حاجه اقل حاجه 10 جرام في ال 50 مللي لغايه 17 جرام. معانا في ال 100 جرام معانا الدبل بتاع الخامات. طبعا ده كده خلصنا من الايه البرفان. هنخش بقى على انت بتعمل ازاي مع عميلك. برضه عايز اقول لك على حاجه حلوه مع عميلك، ان انت لما العميل يجي لك ما تفضلش ثابت، ده بياخد مثلا اي حاجه تدي له هي كل مره. حاول تعرض عليه جديد، بس ما تجبرهوش، يعني اعرض عليه منتج في السكه بتاعته برضه شبه اللي هو بيحطه، بس ما تقولوش لا خد ده، لا لا، طالما هو مش قابل خالص. بس قول له المنتج ده كذا، بيتكون من كذا وفي كذا واختلفوا عن كذا كذا، والسكه بتاعتك باين له ان انت فاهم وراقي وراجل مثقف، عشان هو برضه يعترف ان هو شغال مع راجل محترم. فلغايه هنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ما تنساش الاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، واللايك، واي حاجه في الكومنتس اسالني عليها انا هجاوبك في ثواني ان شاء الله باذن الله. الى هنا انتهى هذا الفيديو، والى ان نلتقي باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.